كتير كان بيستوقفني فكرة الكفار اللي كانوا عايشين أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي كانوا بيشوفوا وبيسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما كانوش قادرين إنهم يؤمنوا بيه. ومن ناحية تانية لما تكون بتقرأ في السيرة ويمر بيك لفظة للصحابي وهو بيقول كنا على سفر معه صلى الله عليه وسلم، وهنا بقى تلاقي نفسك وقفت وسرحت واتسألت هو ايه في الدنيا أروع من إنك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم أو تسمعه، فما بالك بقى إنك تسافر معاه. يا نهار أبيض، عينيك شايفاه ماشي قدامك وبودك لو فرشت ليه الأرض قلبك عشان يمشي عليه، وتبص لوشه كده عن قرب عادي وعينيك متعلقة بيه، وبتتمنى ما ترمش لحظة عشان ما يغيبش وجهه عنك جزء من الثانية. انت متخيل؟ بتسمع صوته لايف كده عادي، وبتتمنى في اللحظة دي لو ان الكون كله يخرس عشان ما يعكرش استمتاعك بصوته شيء، وبتشوفه بيتعامل مع الناس ازاي وكل تصرف ليه مدهش ووحي، وبتقف تصلي وراه كمان عادي. تجربة وعلاقة إنسانية كاملة ومتكاملة. انت متخيل يعني ايه تسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ضيف لجمال وسعادة السفر جمال صحبته صلى الله عليه وسلم. من اول الاستعداد والفكرة انك بكرة هتسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بقى بيتعهد كل فرد على حدة وبيطمن عليه وبيشوف ايه اللي ناقصه، فاحساس ان النبي صلى الله عليه وسلم بيفكر فيك ده في حتة تانية، بيقرب من ده صلى الله عليه وسلم ويتعهد ده وبيسأل ده وبيداعب ده. انت متخيل الجمال اللي كان فيه الصحابة؟ جمال الصحبة، وهو ده اللي صنع أعظم وأخلد صداقة على وش الكوكب، صداقة النبي وأبو بكر صلى الله عليه وسلم. جمال الصحبة دي هي اللي خلت أبو بكر يفدي صاحبه بطريقة أذهلت العالم. جمال الصحبة دي هي اللي أخرجت لينا معاني الحب والتضحيات واللي العقل بيقف عن تفسيرها وفهمها لغاية دلوقتي. الجمال ده هو اللي خلى الصحابة عند وفاته يتزلزلوا ويتهزوا كأنهم فقدوا عقولهم زي عمر وما يتصوروش للحظة غيابه. التفاصيل دي هي اللي خلت فاطمة تبص لأنس وتقول له يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. التفاصيل دي هي اللي خلت أنس يقول إنه بمجرد مات النبي صلى الله عليه وسلم وأظلم كل شيء في المدينة، وإنه بمجرد ما نفضنا إيدينا من تراب دفنه صلى الله عليه وسلم حتى وأنكرنا قلوبنا، فكل شيء بعد غيابه اختلف، كل شيء اتغير حتى نظرتنا لنفسنا وإحساسنا بيها. عرفت ليه دلوقتي لما كانوا بيحكوا لنا الأحاديث كانوا بيتشرفوا وبيتكوا على إنهم يقولوا كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا على سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ما بسمعهاش وما بقرأهاش إلا كده، وكأنهم كانوا مؤمنين ومصدقين إن مفيش شرف أكبر من إنك تصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة، وكأنهم كانوا بيقولوا لنا اسمع يا ابني أنت وهو يا اللي هتيجوا بعد كده، إحنا جت علينا اللحظة اللي كنا قاعدين فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم وخلص الكلام. فالنهارده بتشوف رئيس او وزير او حتى لعيب كوره او ممثل فبتنتهزها فرصه وتجري تتصور معاه وبتحطها في واجهه البروفايل بتاعك العمر كله. انت متخيل ان السي في بتاعك يتحط فيه مقابله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعشان تعرف قد ايه الشرف ده باقي، ربنا جعله من ضمن نعيم اهل الجنه انهم يشوفوا ويتقابلوا مع النبيين والصديقين والشهداء واللي على راسهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو احنا ليه ما بقيناش نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان نحبه؟ وازاي هنحبه واحنا مش بنعرفه ولا بنقرأ سيرته؟ والله ما هي الا انك تقرأ وتخلص اول كتاب سيرة للنبي صلى الله عليه وسلم الا وانت حياتك هتتغير 360 درجة وهتحس انك كنت ميت. هتحس بقربه وبمواقفه وبجمال صحبته، هتحس بجمال الصفات والمعصومية، هتحس بمستوى الكمال البشري اللي ما شفتوش، وهتعرف ان كل البشر بعد كده سواسية باختلاف حاجات بسيطة ما بينهم، وهتكسر انبهارك بالبشر والأولياء واللي مهما تقرأ من سيرتهم واللي هي إن صحت مش هتيجي واحد من مليون من صفات النبي المعصوم. لما تقرأ في السيرة هتعرف يعني إيه ربنا اختار مخلوق ووضع فيه كل صفات الجمال والكمال، وهتلاقي نفسك لوحدك بتقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وجدت خصال الخير في الناس فرقت وقد جمعت فيك الخصال المفرقة صلى الله عليه وسلم. فخليك قريب من النبي صلى الله عليه وسلم بصلاتك عليه، فهو صلى الله عليه وسلم اللي بيقول من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. سلام.